أمارات الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد، فيديو كله بهجة كده وحاجة حلوة طبعا. بدأنا بقى العد التنازلي عن شهر رمضان الكريم. بقي عليه 4 شهور، يا دوب ال4 شهور دول نجهز فيهم شوية التجهيزات اللي بنجهزهم كل سنة. طبعا أنا من الشخصيات اللي بحب أجيب حاجات لرمضان، يعني يعني نظرا لظروفي، يعني كل واحد عارف ظروفه بتمشي ازاي. طبعا احنا عارفين ان رمضان احتياجاته كتير، في الاكل وفي الشرب، طبعا بيبقى في عزايم، غير لبس العيد، غير طلبات العيد، طبعا بيبقى في التزامات كتير. فاحنا كستات عشان نوفر شوية او عشان نعرف نمشي الدنيا في رمضان، لان طبعا يا دوب بيبقى كتير قوي على الزوج ان هو يجيب لبس العيد، وبيجيب كمان طلبات كتير. انا هبدأ ان انا مثلا اجيب حاجة رمضان، الاكل والشرب والحاجات دي، علشان خاطر اوفر شوية في رمضان. يعني اللي مثلا هجيبه اكل وشرب في رمضان ابقى اجيبه ايه؟ لبس العيد، حاجات من دي. فهي دي دماغنا، مش اللي هو بنحب نتعب نفسنا، لا. وغير كده وكده رمضان احنا بنحب ان احنا نوفر فيه وقت على قد ما نقدر، نبقى فاضيين فيه، فبنحب تبقى حاجتنا جاهزة. تمام. رمضان السنة دي هيجي في السقعة، هيجي في الشتاء. تمام. هيبقى في شهر 3، فهيبقى في الشتاء. فاحنا هنعمل ايه؟ هقول لكم. طبعا هنعوز او هنحتاج يعني ان احنا نقسم ال4 شهور دول. ال4 شهور دول طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا المفروض نعمل حصالة رمضان. بعد ما رمضان ما بيخلص على طول بنبدأ ان احنا نحط فيها اللي بنقدر عليه. تمام. سواء بقى هتجيبي منها طلبات لبيتك، مشتريات، تجديدات لبيت، هتحبي مثلا تجيبي الخزين بتاع رمضان ده، بقى انت بتفنطيها كده حسب الافراد وحسب العدد وحسب الفلوس اللي انت حوشتيها. وفي حل تاني اللي هي جمعية رمضان، اللي بتبقى حاجة بسيطة، مثلا 200 جنيه 300 جنيه في الشهر، بتحطيهم في جمعية وبتقبضيهم قبل رمضان بشهرين ولا حاجة، وبتنزلي تجيبي الحاجة فيها. نظرا ان احنا كمان عارفين ان الاسعار بترفع جدا في رمضان، الاسعار بتعلى جدا جدا، فاحنا بنحب ان احنا نوفر شوية، في نفس الوقت حاجاتنا تبقى موجودة، وفي نفس الوقت عشان نقدر نجيب لبس للاولاد ونقدر نمشي الدنيا كويس. تمام. فاحنا لازم نبقى مجهزين حاجتنا. طبعا احنا بنجيب الحاجات اللي هي بتنفع تتخزن، تنفع تعيش عندك. تمام. وفي نفس الوقت بنجيبها واحدة واحدة. تمام. اللي هي هنعمل كرتونة رمضان دي للبقوليات او للحاجات اللي هي بتبقى الناشفة، هنجيب كرتونة، او مش شرط كرتونة، تعملي ضلفة كده في المطبخ ويبقى معروفة ان الضلفة دي بتاعت رمضان. وبرده في الديب فريزر او في الفريزر بتاع التلاجة هتعملي برضو جزء ده معروف لخزين رمضان، ما تجيش جنبه نهائيا الا في حالة واحدة، لو انت جبتي حاجة جديدة ممكن تبدليها، تاخدي القديم وتحطي الجديد مكانه. غير كده ما تجيش جنبها نهائي، ولا تقولي لي بقى ضيوف جات لي على فجأة، ولا تقولي لي النهارده ما عرفتش اطبخ ايه فجبت منهم، لا. حاجة رمضان ما تجيش جنبها. طيب ايه اللي ينفع يجي يقعد معانا وايه اللي ما ينفعش يقعد؟ او ايه الحاجات اللي مدة الصلاحية بتاعتها هتجيبنا، وايه الحاجات اللي ما ينفعش، سواء كانت في الخزين اللي هو البقوليات، وسواء كانت في التفريزات اللي هي في الفريزر. تمام. وهقول لكم انا مش بحب افرز خضار خالص، غير حاجة واحدة بس، طماطم وهريسة الشطة ضمن الخضار. وممكن تعملي كرومب تحطيه في الفريزر. تمام. يعني صلصة طماطم، وتعملي برضو هريسة الثوم وهريسة الشطة. وهنعمل برضو كرنب مثلا، اللي هو المحشي الكرنب ده، بنجيب الكرنبايه ونقطعها وبنحطها في علب ونحطها برضو في الفريزر. ده لو قعد معاكي، كل اللي انا قلته ده لو قعد معاكي سنة مش هيقولك انا زعلت، او مش هقولك انا بوست، مش هتزعلي لو قعد سنة مش لشهر رمضان. فدي الحاجات اللي تنفع تقعد معاكي. انما بالنسبة بقى للبسلة، بالنسبة مثلا ايه تاني، للفاكهة اللي انت بتخزنيها للعصير، انا ما بحبش كده تماما، بتغير طعمها، بتبقى طعمها باين جدا ان هي متخزنه ومش بتبقى ظريفه. وغير كده ما بتقعد فتره مش بتديكي، يعني ما تيجي تعمليها بتحسي ان هي مش حلوه خالص.
فانا مش بحب يعني الخضار امره سهل. احنا نخلينا في الحاجات اللي تعيش معاكي، او الحاجه لو قعدت تطلعيها تلاقيها زي ما هي طازه كانك لسه عاملاها. فالصلصه بتاعت الطماطم دي حاجه اساسيه لازم تبقى موجوده في الفريزر عندك. وبرده بالنسبه بقى يعني اللحوم دي حاجه تانية، احنا بنتكلم في الخضار. والهريسه الشطه وهريسه التوم. طبعا احنا بنعمل التوم بيقعد من السنه للسنه، ما بيزعلناش، وبيبقى حلو في الاكل وريحته موجوده وما بيجرالوش اي حاجه. والفيديو موجود على القناه. تمام. وهنعمل كمان هريسه الشطه اللي هي الحمراء. بنجيب شطه حمراء ب50 جنيه، ونبدا ان احنا نفرمها في الكبه، نحط عليها شويه زيت، ونحطها في برطمان او علبه تكون نظيفه جدا ومطهراها، وبتكون متحطها في الفريزر. وبكده تبقى دي الحاجات الاساسيه. برضو كذلك الكرنب. تمام. اي محاشي تانية ما تنفعش تتحط في الفريزر يعني، ولا تقولي لي بقى اور كوسه واحطها، لا ما تبقاش حلوه نهائي، ولا بتنجان ولا فلفل، مفيش الكلام ده، ما ينفعش. ما ينفعش. حتى الفاكهه ما تنفعش. الفاكهه اعملي على علامه غلط كده، ما تفرزهاش خالص. طيب هندخل بقى على الحاجه التانية. طيب ماشي، احنا هنمشي حاجه بحاجه الاول. احنا ما هنجيب الحاجات دي ازاي؟ طب انا دلوقتي ما عملتش جمعيه ولا عملت حصاله رمضان، وانتي قلت لي الكلام ده متاخر، وانا مش بعمل كده. تعالي لي بقى هنا، احنا قدامنا لسه 4 شهور. على قد ما تقدري ضيقي الميزانيه بتاعتك شويه، وفري، حاولي توفري 100 200 300 على قد ما تقدري. وفري من الشهر. ليه بقى؟ هناخد اللي في الشهر ده ونجيب بيه حاجات لرمضان ونعينها. شعريه، مكرونه، ماشي، طماطم. مثلا لما تروحي السوق تجيبي الطلبات بتاعتك، تقومي مثلا جايبه في اليوم ده 2 كيلو طماطم وعاملاهم وحطهم في الفريزر. كل سوق كده، كل سوق تروحي تجيبي 2 كيلو طماطم، تجيبي مره طماطم، مره كرومبايه، تجيبي مره هريسه الشطه، تجيبي شطه يعني تعمليها هريسه، وهكذا لحد اما تكملي تملي، تجيبي الحاجات الكافيه لرمضان. طبعا انت عارفه حسب عدد اسرتك وعارفه ايه اللي بيكفيكي، فانت تمشي هكذا. تمام. اذا بقى في حاله عملتي حصاله، تمام، ومعاكي فلوس، او عملتي جمعيه وخلاص هتقبضيها، فانت تقبضيها كمان شهر بالظبط. ليه بقى؟ لان كل ما الفتره هتقرب لرمضان اكتر، كل ما الحاجه هترفع، الاسعار هتعلى. فرصتك لو لقيت الطماطم نزلت مثلا بقت ب10 او بقت ب12 ونص زي ما احنا كنا بنجيبها، هاتي قفص واعمليه صلصه وحطيه في التلاجة في الفريزر، هينفعك في رمضان وغير رمضان. حلو قوي. غير ان الطماطم رفعت الفتره اللي فاتت، وصلت الكيلو ب50 جنيه، فاحنا كنا يعني في ايام صعبه، فاحنا بنحاول ان احنا نلم الدنيا. فاول حاجه ترخص قدامك هاتيها. دقيق، هاتي دقيق. تمام. هاتي سمنه. السمنه الايام دي رخيصه. الزيت اللي طلع، الزيت اللي غالي، انما السمنه رخيصه. الكيلو عامل 80 جنيه، اللي هي العلبه الكيلو عامله 80 جنيه. فاحنا نحاول نجيب مثلا علبتين 3. متنسيش حاجه الكحك والبسكوت لو انت بتعمليها في البيت. هاتي سمنه بزياده، هاتي دقيق بزياده، اعملي حسابه، عشان بتنجن ساعتها بتبقى الدنيا ضيقه قوي. يعني احنا حتى لو بنقول اهالينا بيجيبوا لنا مواسم، فاحنا حتى بنحطها في لبس العيد. تمام. طبعا ده غير بقى لو انت بيجيلك فلوس، لو انت بيجيلك حاجات دي حاجه تانية، حاجه العيد بس. انما فين رمضان؟ فين اللحوم؟ فين الفراخ؟ فين الحاجات الطلبات بتاعت رمضان؟ ما شاء الله هو خيره حلو، وبيبقى فيه خير وبركه، بس برضو احنا لازم نعمل حسابنا في شويه حاجات. خلاص احنا كده اتكلمنا هنمشيها ازاي. كل شهر نجيب حاجه، حبه حاجات، نشيل 400 500 اللي تقدري عليه تشيليه، وتعرفي جوزك ان الشهر ده انا هزنقك شويه عشان حاجه رمضان، عشان نقدر ان احنا نجيب لبس للاولاد، ونقدر ان احنا نمشي في رمضان. تمام. تمام. طيب هنعمل ايه تاني؟ عندك الشعريه والمكرونه. ماشي. الشعريه والمكرونه والدقيق والزيت والسمنه. خلاص. وبتجيبي برضو فانيليا، بيكنج باودر، كيك شيف. بلاش بيكنج باودر، وهاتي كيك شيف افضل، حلو. وتجيبي برضو خميره لو حبيتي تعملي معجنات، وبرضو عشان الكحك والبسكوت. طبعا بقى عايزه تجيبي كرتونات صغننه من اللي هي الكراتين دي، تمام. عايزه تجيبي فكه مثلا من كل حاجه مثلا ب30 40، تمام، برضو مفيش مشكله، حسب مقدرتك وحسب اللي بتقدري تدفعي.
خلاص تجيبي برضو كرتونه مرقه، دي اكيد بتبقى عندك على طول تقعد معاكي. وعلى فكره الحاجات اللي انا بجيبها رمضان والله بتكفيني بعد رمضان بكام شهر كمان، يعني مش بتكفيني رمضان بس، لا بتقعد معايا لبعد رمضان بكتير، فهي بتنفعني. يعني اللي انا بجيبه دلوقتي هينفعني خلاص. هي الحاجه الوحيده اللي بتخلص اللحوم، الفراخ، الحاجات دي. طبعا ان شاء الله هو مش على قد الفيديو ده ومش على قد الكتابه بس، لا احنا هنعمل ده عملي، هنعمله عملي. طبعا زي اي ست بيت هنحاول ان احنا ندبر حالنا ونبدا ان احنا نجيب الحاجه بتاعتنا، وهوريكم اول باول انا جبت ايه وعملت ايه. خلاص تمام. طيب قولي لي بقى مثلا هتجيبي ايه في اللحوم، او ينفع ايه في اللحوم يقعد معاكي. خلاص في الفراخ وفيه اللحمه وفيه اللحمه المفرومه، في 3 انواع. طبعا انت هتجيبي اللي تقدري عليه، مش هحدد لك حاجه معينه. هتقولي لي طب هو هتقعد لرمضان عادي؟ هو عادي، بس هو من الافضل ان احنا مثلا لو جبنا فرخه دلوقتي ماشي وقسمناها، مثلا عملنا مثلا بانيه، عملنا مثلا منها بتاع ده اللي هو الشيش طاووق، طلعنا فراخ الطبخ عادي بتتبيله، فرخه الشوى تمام، هتوعيني في الفريزر. طيب طب اعمل ايه بعد كده؟ مثلا هسيبها كل الفتره دي؟ لا. بصي بقى، انت مثلا في ايامك العاديه الشهور اللي احنا فيها دي بنطبخ عادي، وبنجيب فراخ وبنجيب لحمه وبنجيب كل حاجه. فانت الفرخه اللي تجيبيها زي الشطره كده تقومي مبدلها مع الفرخه اللي في الفريزر. تمام. هتعملي بانيه تطلعيني البانيه الجديد وتطلعي القديم. جبتي كيلو لحمه نفس النظام. عملتي كفته لو عملتي جديد تطلعيها. ولو انت بقى بتجيبي بالشهر، لو بتجيبي ميزانيتك بالشهر زي ما بشوف ناس بتجيب الميزانيه بتاعتها بالشهر او طلبات بيتها بالشهر، تمام هاتي بالشهر. ولما تجيبي حاجه رمضان بيبدلي. يعني لو جبتي مثلا حتى المكرونه والزيت والسمنه، اي حاجه جبتها لبيتك تستعمليها بدليها مع حاجه رمضان. حطي الجديد وخدي القديم، وبصي على مده الصلاحيه. يعني بصي على تاريخ الصلاحيه دايما في اي حاجه بتجيبيها عشان تشوفي هتقعد معاكي فتره قد ايه. خلاص انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو قوي، مش عارفه هو وصل لكام. بصي احنا كده قلنا على شويه الحاجات اللي ينفعوا يجوا. خلاص طبعا ما تنسيش السمنه بتاعت الكحك والبسكوت وبتاعت الحلويات. طبعا احنا في السنه دي هيبقى في الشتاء، فهيبقى في مجاعه عارفين ان الشتاء بياكل. تمام. فعايزين بقى ان احنا نعمل حسابنا وما نخليش ظروفنا ضيقه قوي، ما نضيقش الحقيقه علينا، لا حاول ان احنا نجيب على قد ما نقدر الحاجه دلوقتي. خلاص وابدأي من دلوقتي. انا بقول لك ابدأي من دلوقتي. كيس مكرونه زياده عينيه وبدليه الشهر الجاي عادي. الشهر الجاي هتجيبي مكرونه بدلي الكيس، حطي الجديد وخدي القديم. كيس دقيق. تمام. لو انت بقى ظروفك حلو وعملتي الجمعيه زي ما انا قلت لك، او عملتي الحصاله ومعاكي فلوس، تمام هقول لك تجيبي ايه دلوقتي. خلاص هقول لك تجيبي ايه. لو انت ما شاء الله عيله كبيره حوالي 4 افراد او 5 افراد، تمام طبعا بتجيبي الكميه اكبر من مثلا اكتر لما يكون انت نفرين او 3. يعني مثلا انا عيلتي 3، تمام. فهجيب ايه مثلا؟ هجيب انا ما بحبش اجيب شكاره دقيق اللي هي الشكاير الجاهزه، لا انا بجيب الكياس. في اكياس طالعه جديده 5 كيلو على بعض. كيس اللي هو كيس الدقيق ده في منه 5 كيلو، فانت ممكن تجيبوا منه 3 اكياس، يعني عندك 15 كيلو دقيق يكفوا معاكي طول رمضان ويعدوا كمان، ويعملوا لك الكحك والبسكوت ويفيد معاكي كمان. تمام. هو كيس ال5 كيلو ده عامل كام؟ عامل 100 جنيه. يعني هتجيب التلاتة ال15 كيلو على كام؟ على 300 جنيه. يبقى الكيلو واقف عليكي ب20 جنيه. وطبعا انت لما تروحي تجيبي الحاجه جمله غير لما تجيبها من المحل عادي. تمام. ادي اول حاجه. ده كده بالنسبه للدقيق. السمنه هاتي صفيحه اللي هي ال5 كيلو. انا مش عارفه الصراحه لسه ما سالتش عليها، بس لما اسال عليها هقول لكم. احنا وقفنا عند صفيحه السمنه اللي هي 5 كيلو. دي اوفر لك من انك تجيبي كيلو بكيلو، وتجيبي صفيحه اللي هي ال5 كيلو حلوه جدا. طبعا لو انت بقى عيله كبيره وبتكتري وكده هتجيبي اللي هي ال10. تمام. ده بالنسبه للسمنه. طبعا هتقولي السمنه دي كلها ايه؟ طبعا في حلويات، في طول الشهر كنافه بسبوسه اللي هو مخبوزات، بتعملي انت حاجات كتير في رمضان وجلاش والحاجات اللي بالسمنه الكتير دي. تمام. فبتحتاجي سمنه اوريدي مش هتقدري تستغنى عنها. عايزه بقى تجيبي
وكمان بتجيبي بزياده عشان الكحك والبسكوت لو انت بتعمليه في البيت. لو بتشتري بره خلاص يبقى هاتي مثلا علبه 2 كيلو على قد الحلويات وشكرا. خلاص ده بالنسبه للسمنه. طيب عندنا ايه تاني غير السمنه؟ عندنا الزيت. ما تنسوش اهم حاجه، الحاجه اللي تلاقيها رخيصه هاتيها، ما تستنيش لحظه، انزلي اسالي واعرفي الاسعار وتابعي الاسعار. والحاجه اللي تلاقي عليها عروض هاتيها، بس اهم حاجه مده الصلاحيه، تبصي على مده الصلاحيه. خلاص تمام. برضو تجيبي شعريه، طبعا احنا بنستخدم رز بشعريه كتير جدا في رمضان، فهنجيب شعريه وهنجيب مكرونه حسب اللي انت بتستخدميها، وما تكتريش مكرونه. ولو انت بيجيلك وجبات في رمضان اكياس، اللي هي الاكياس اللي بيوزعوها، بتبقي عارفه طبعا بيجيلك ايه وبيجيلك منين وبيجيلك فيها ايه. فالحاجات اللي بتجيلك قللي منها ما تكتريش منها، خلاص، عشان لو جاتلك مبقاش عندك كتير. زي مثلا اللوبيا، المكرونه بيجيبوا سكر، وبيجيبوا برضو عدس، وبيجيبوا الحاجات. طبعا لو انت هتعملي كحك وبسكوت، او بصرف النظر عن الكحك والبسكوت، كمان في عصاير طول شهر رمضان كل يوم عصير، فبالتالي انت عايزه سكر كمان، هتعوزي اللي هو البتاع على بعضه، القالب السكر على بعضه، بيبقى فيه حوالي 10 اكياس او 12 كيس تقريبا انت بتجيبيه. خلاص بتحتاجيه، لان عمر سكر التموين ما هيكفيكي في رمضان، ده من الاساسيات اللي هتيجي مع الدقيق والسمنه. خلاص طيب، ده كده بالنسبه للبقوليات احنا خلصنا منها. طبعا لو اللوبيا والعدس والحاجات دي اللي بتستخدميها انت عارفه انت بتاكلي ايه فبتجيبي، خلاص يعني انت اكيد عارفه تكتري ايه في رمضان، ايه الحاجه اللي بتكترها في رمضان. خلاص وهنجيب برضو، احنا قلنا كده الخضار واللحوم، وهنجيب وقلنا على البقوليات. طبعا هتجيبي شكاره ملح صغيره تبقى عندك توفر لك، الشكاره مش غاليه، 35 تقريبا، وبتقعد عندك فتره حلوه، ربنا بيبارك فيها. شوفي بقى انت بتستخدمي بقى ايه، ناعم ولا خشن، حسب ما بتستخدمي. خلاص وبكده نبقى عرفنا نلم الدنيا اللي نقدر عليه نجيبه في ال4 شهور ده، نجيبه زي ما قلت لك بيبدلي. خلاص ويبقى كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. جبت الورقه والقلم وما كتبتش حاجه. طبعا مبسوطه بالكلام معاكم وحاسه ان انا يا رب اكون فدتكم بحاجه، وهتبسط اكتر لو كتبتولي في التعليقات استفدتوا ولا لا، فيديو حلو ولا لا، واعمل لكم ايه الخطوه الجايه او الفيديو الجاي. اكتبولي في التعليقات وانا عينيا ليكم، مش هتاخر عليكم في اي حاجه. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين، باي باي.